السلام عليكم ورحمه الله، مرحبا بكم معايا فيديو جديد. نتمنى نلقاكم بخير وعلى خير. فيديو جديد وصفات صحيه جديده. في هذا الفيديو غنشارك معكم اختيارات سيدي مولاي كيك. الكيك اللي غادي ينفعك مع الضياف الا كنتي كديري اكل صحي وبغيتي تقدمي شي حاجه صحيه حتى لضيافك. فهاد الكيك البنات راه كيجي غزال بدون دقيق، بدون سكر، بدون زبده، وايضا بدون جلوتين. 3 ديال الحبات ديال البيض وضعتهم في هذا البول ودرت عليهم قريصه ديال الملحه لتعديل الذوق. بالنسبه للبنات لهاد الكيك راكم شفتوا معايا كيجي تبارك الله كبير، ماشي بحال داك الكيكات اللي كنشارك معكم دائما. الكيك الصحي اللي كنشارك معكم تيكون اما لشخص واحد او لشخصين، ولكن في هذه المره بغيت نشارك معكم هكذا كيك اللي تحضروه الا جاو عندكم ضياف بغيتوا تقدموا لهم شي حاجه صحيه، اولا هكذا بغيتي ديري اللي كيفاك انت وليداتك الا كنتو بكم واحد الاسره اللي كبيره شويه. صافي من بعد درت هكذا كيشتو معايا 3 الحبات البيض، شويه ديال الملحه، ضفت عليهم قشره ديال الليمونه اولا برتقاله، غسلتها مزيان، حكيت القشره ديالها ما تدخلوش ديك القشره البيضاء البنات ما تحكوهاش باش ما تعطيكمش المروره. من بعد ضفت عليها 2 المعالق كبار ديال العسل النوعيه اللي كتكون زوينه، العسل الطبيعي. درت 2 المعالق عامرين مزيان. نتوما يمكن لكم تعوضوا العسل باي محلى بغيتو تحليو به، بغيتو ديروا حتى التمر تحليو به، ديروا واحد 7 ديال الحبات ديال التمر وحليو بهم. انايا البنات ما بغيتش ندير التمر حيت غادي نديرو في واحد المرحله اخرى، المهم خليكم معايا باش تشوفوا. من بعد درت كاس الا ربع ديال زيت الزيتون. بالنسبه لبنات لزيت الزيتون ما ديروش زيت جديده حيت غادي تضيع لكم الكيك ديالكم، كتكون مجهده بزاف كتضيع المذاق. ديروا زيت اللي كيكون داير عليها العام اولا ما كيكونش فيها المذاق قاصح. صافي من بعد ما درت كاس الا ربع ديال الزيت ضفت عليه كاس ديال اللوز مطحون. اللوز البنات الحبه عاديه ما حمرتها ما والو، خديتها كنمسحها درتها في الشواط طحنتها مزيان مزيان حتى كتطحن مزيان حتى كتولي تقريبا بحال الدقيق عاد باش درتها. وضفت عليها واحد الخميره ديال الحلويات وواحد المعلقه ديال البوافو اولا بذور الخشخاش. ديروا هذا البوافو كيجي زوين البنات، المنظر ديالو كيعطي مذاق ايضا زوين. بالنسبه لنا اللوز في الاول درت غير كاس حيت خفت هكذا يقصح ليا الكيك، وشويه بشويه كنضيف الكاس الثاني. المهم البنات في المجموع احتاجيت ل2 ديال الكيسان بالضبط. خديت 2 الكيسان قبل ما نطحنهم ديال اللوز، عمرت يعني 2 كيسان بالضبط، درتهم في الهشوار طحنتهم. من بعد ما طحنوا عبرتهم عاوتاني عطاوني 2 كيسان قد كلشي دخلته غير هو دخلوا غير على دفعات، يعني بشويه بشويه باش ما يقصح لكمش هكذايا الخليط ديال الكيك ديالكم، لانكم راكم عارفين الا درتوا البيض صغير راه دغيا يقصح لكم هكذايا الخليط. انا راه كان عندي الحبات ديال البيض كبيره، احتاجيت 2 الكيسان بالضبط كيف ما شفتوا معايا. المهم القوام البنات كيفاش كيجي هكذايا بحال الكيك العادي. خديت انا المول العجيب حيت في داك الحفيره حيت بغيت ندير كيك بالكريمه. الا كنتي انت ما غاديش ديري كيك بالكريمه يعني عندك مشكل مع الكيكات كيكون فيهم الكريمه، شحال سيده ما تعجبهاش الكيك كيكون فيها الكريمه، غديري غير مول عادي ما فيها لا حفيره لا والو، ودخلي الكيك ديالك الفران كيجي غزال بوحديته ما تزيدي حتى حاجه. بغيتي ديري بحالي انايا هكذا كيكه اللي تكون فيها كذا الحفيره باش غادي نعمروها، غديري المول العجيب فرشتو كذا ورق الزبده باش ما يتفقليش، لان العجينه البنات هذا حيت ما فيهش دقيق كيكون حساس، ضروري ديروا ورق الزبده. دخلته الفران ناشع على من الفوق ومن تحت على 160 درجه، الفران بارد والمده ديال 35 دقيقه كان طايب الكيك. جبدته خليته كيبرد ودزت هنا كنحضر معكم الكريمه اللي عندي فيها 2 حبات ديال الليمون البرتقال، نقيتهم قطعتهم طريفات كتحيدوا من العظمه ديالهم اللي كان فيهم، ودرت عليهم 7 ديال الحبات ديال التمر. اللي عندي تمر صغير داكشي باش درت 7 ديال الحبات، اللي عندكم تمر كبير ديروا غير 5 بارك عليكم. درت هنايا 2 معالق كبار ديال المايزينا اولا النشا، درت واحد الحبه ديال البيض وايضا كاس ديال الحليب. صافي البنات هادو هما المكونات ديال هاد الكريمه، طحنتهم مزيان بالبغا ميكسو هكذايا. من بعد البنات غادي نصفيهم، ضروري صفيو هاد المكونات لان داك كيبقاو هكذا فيهم داك الجليده ديال التمر اولا ديال هكذا ديك التفل ديال الليمون اولا البرتقال، ضروري كيبقى باش الكريمه اللي رطبه وتجيكم ليس، ضروري صفيوها كدوزوها في واحد الصفايه كيف ما كتشوفوا معايا، وضعوها في واحد الكاسرونه لان مازال غادي نطيبوها فوق النار باش غادي توجد لينا كيف ما شفتوا معايا. راه درنا فيها واحد الحبه ديال البيض، والله المذاق ديالو البنات راه كيجي زوين بزاف بزاف. يمكن لكم واحد الحاجه ما قلتهاش، انه الا ما توفر لكمش هكذا اللوز صاين وتوفر لكم الدقيق ديال اللوز في الدار، من الاحسن كاع ديروا نفس الكميه ديال الدقيق ديال اللوز. ومن بعد ما درت داك الكريمه على النار وطابت ردوا لها البال مزيان مزيان البنات، ضروري مع التحريك المستمر ما تحيدوش يديكم، لان غير حيت يديكم غادي تبدا تلصق لكم من التحت وغادي دير لكم واحد الحبيبات.